من الجهه اليسرى عمليه بناء هذه الكره بهذا الشكل ومباشره الوطني المغربي، وايضا هي واجهه من التباري مع الاشقاء المصريين الذين شوفوا هنا كره ممتازه راسيه بهذه الكيفيه تعود هجوميه من الجهه اليمنى، امكانيه التمرير او التصويب، كل شيء ممكن تصويبه ولكن مباشره شوفوا هنا الانطلال اللي جات من جانب معاذ ضحاك، اختار كره، اختار تصويبه المباشره الجماهيريه الكبيره. كره تنفذ بهذه الكيفيه داخل منطقه الجزاء والحارس يتمكن من ابعاد الخطر، هذا هو المطلوب. من الكرات الثابته، كره في الركنيه تنفذ داخل منطقه الجزاء راسيه تعود لتكون مغربيه بهذه الكيفيه، تغطية تصويبة ممتازة والحارس في المكان الوطني المغربي. لاحظوا بناء العملية الهجومية بهذه الكيفية، تحضير بعد ذلك تصويبة زواني، تصويبة ولكن مباشرة إلى خارج غير كل الجهة اليسرى انطلاقا من جانب ضحاك، يحافظ على كورته معاذ، يرفع كرة داخل منطقة الجزاء، فرصة مواتية لكن هناك تغطية، تنفذ هذه الكرة ممتازة مباشرة صوب. لاحظوا بناء العمليات مهارات ديال اللاعب ياسين قاسمي تخليه انه يكون لاعب ممتاز. هذه ممتازه داخل منطقه الجزاء، الحصول على ضربه جزاء يكون قريب، كره تمريره عرضيه جانبيه خروج خطا للحارس. لاحظوا هنا كره في الركنيه مهمه، طول قامه مهم ايضا، راسيه وايضا من جانب احمد سليمان، تعود مره اخرى مغربيه ممتازه يا معاذ، عمليه هجوميه، فرصه ممتازه، امكانيه الاستغلال، جول اول، المغرب يفتتح التسجيل، المغرب يفتتح التسجيل 1-0، وبالسعيد كما هم حال لاعبي المنتخب الوطني المغربي. مكالي يطلب ان يحضر العقل وان يكون هناك العوده النفسيه للمقابله، لكن عناصر المنتخب الوطني بسجود، وايضا باللاعبين نشاهدون كيفيه بناء العمليه الهجوميه، تحضير جاء بهذه الصوره، بعد ذلك تصويبه، وجد الطريقه والسبيل نحو المرمى. نشوف الطريقه اللي جات من خلال هذه الكره والتحضير اللي جاء. سعد الحداد تحدثنا عليك منذ لحظات يا سعد، هو من يتمكن من وضع الكرة في الشباك معلنا عن الهدف الأول في هذا اللقاء. سعد الحداد قلنا أنه يحترف اف سي فينيسيا بهذه الكيفية لصالح المنتخب المصري. الجهة اليمنى تمريرة عرضية جانبية رأسية بهذه الكيفية، تعود لتكون مغربية. كان من أيمن رقيق لاعب اللي يلعب في سوسيداد ديبورتيفا ويسكا، كرة مغربية، محاولة ممتازة داخل منطقة الجزاء، تفضيل. وقلت على انه كاين مجموعه من اللاعبين اللي بامكانه انهم يتالقوا. نشوف هنا العمليه الهجوميه والانطلاقه بانتظارات او تنتظر منه في مشاركته اليوم انه يكون حاضر بقوه. ياسين جسمي، كره ممتازه بهذه الكيفيه، المشاركه ديالو اللي تجي من جانب ياسين الجسمي، اللاعب اللي يحترف ايضا بهذه الكره من جانب المنتخب المصري داخل منطقه الجزاء، راسيه صعبه وهدف التعديل، هدف التعديل للعناصر المصريه في هذه المقابله. الان ياتي بهذه الكيفيه من الركنيه، كره لعبت داخل منطقه الجزاء 1-1. نتابع هنا الطريقه التي اتت من خلال هذه الكره من محمد البنا قاسم المشترك بالمنتخب المصري. الان البنا عنده رقم 14. نشوفوا هنا الكيفيه اللي جات من خلال هذه الكره، تمريره داخل منطقه الجزاء، وجد نفسه امام كره يعني اصطدت بالحارس وبعد ذلك عادت لتكون بين اقدام كره، تعامل بمهارات فرديه جيده، خروج الحارس كان خروج في مستودع الملابس بين الشوطين. كره مصريه، بدايه ديال بناء العمليه الهجوميه بهذه الكيفيه، تمريره عرضيه، يجب الحذر من مثل هذه الكرات العاليه، يحاول ما امكن انه ينسلب الكره ديالو. وهجمه مرتده مضاده مغربيه. الان ننضم لهذه العمليه الهجوميه، تمريره رجال يسرى، محاوله ديال تصويبه بهذه الكيفيه ممتازه وبامكانه ذلك، بامكانه يسجل. كره مغربيه، محاوله من الجهه اليمنى، الانتظارات التي تاتي من الجهه اليمنى عن طريق علي معمر، فرصه ممتازه لماذا تسرع لاعب المنتخب الوطني المغربي. نشوف هنا التفوق العددي، هذا علي معمر اللي كان في الوضعيه الجيده اللي قام تمريره، ولكن التموضع الامثل والانسب كان بالنسبه لرضا عن التحاق فريق عربي بكاس الامم الافريقيه في المنافسه المقبله في الوقت الذي نشاهد هنا
الانتظار الذي ياتي بهذه واوراق اعتماده في هذه المقابله. كره اماميه، محاوله، تمريره عرضيه جانبيه، فرصه، امكانيه استثمار هذه الكره، لا تزال من ضحاك يراوغ جوج لاعبين، ثم بعد ذلك التصويب اخلاق لارباك وايضا جعل القلق باديا على محيا عبد المنعم علي. اللمسه جت من سمير المرابط ونعتبرها اول لمسه مشات صوبه المرمى جدا بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. كره مغربيه من الجهه اليمنى، عمليه هجوميه، محاوله للاستثمار، هذه الكره من علي يحاول على كورتو، يبحث عن الانطلاق. هذا عثمان معما يلعب كره مغربيه ممتازه، فرصه، تمريره داخل منطقه الجزاء، راسيه، كره الهدف من جوانب هذه المرمى. كان بامكانه ان يضعف الشباك، لكن الواضح ان الحارس كان في المكان المناسب. يلا ضحاك يلعب الكره ديالو الجهه اليسرى، عمليه هجوميه، محاوله من فؤاد زواني، كره ممتازه، فرصه الهدف والكره في الشباك. جول مغربي، هدف ثاني مغربي، والمسجل عثمان يضع الكرة في الشباك. عثمان معما يضع الكرة في الشباك، اللاعب البديل الذي دخل وقدم نفسه بصورة جيدة. يلعب في مونبولييه، يلعب في فرنسا، بذكريات اتحاد جمهورية خميسات نقولوها ونعاودوها. هذا لاعب لان الاب ديالو ايضا لاعب يقيد نفسه ويرسم بصمه ديالو الخاصه ويوضع الكره في الشباك. شوفوا الاعاده من الجهه اليسرى، عمليه هجوميه لعبت بهذه الكيفيه، تحضير داخل منطقه الجزاء، ثم بعد ذلك عثمان معما شوفوا هنا الكيفيه ديال ضحاك لعب الكره ديالو الجهه اليسرى. ضحاك خلى الكره لعمر اللاعب من دكه الاحتياط، دخل رقعه الملعب، سجل. هذه رؤية المدرب. وكرة جميلة جانبية، محاولة مرة أخرى مغربية، تمرير من جانب عثمان يحاول يبحث على المنتخب المصري مباشرة. هذه الفرصة تنفذ مباشرة إلى خارج رقعة الملعب. نظر على أنه فطن الأمر، ونشاهد هنا المحاولة، هنا أيضا السقوط. وتمريره خاطئه تعود مغربيه الان، الاستفاده من هذه الكره مطلوب، عمليه هجوميه، يلا صوب الجهه اليمنى، تاخر على مستوى الصعود في الوقت اللي كان بالامكان تحضير بهذه الكيفيه. رفع الكره داخل منطقه الجزاء بعيده، علي يقوم تمريره للجهه اليمنى، التمرير العرضي داخل منطقه الجزاء كبي تنفذ مباشره صوب الحارس، كانت صعبه. تمريره الجهه اليمنى، عمليه هجوميه، محاوله الانطلاق بهذه الكيفيه. لاحظوا هنا تمريره صوب علي معمار، علي كيحاول يوصل الكره ديالو ولكن ما تمكن. انطلاقه بهذا الشكل بالامكان استثمارها.